هذا القصيدة هي أطوال العمار، وأنا في الأسكان في وحدة مريت عليها وقلت فيها: يا الله يا باب الرجاء يا عظيم الشان، ويا الواحد اللي جمت الناس راجينه، ندعيك يا عالم ما صار واللي كان، ويا رب لو ضاقت في يظهر براهينه، تفرج على اللي صاب الهم والأحزان وسار. توالي الليل ما غمضت عينه، انا ونونت شايب ما بزى الشبان، وتلقى اهله بالكذب والعيب داهينه، حنين المولع ليش كفرقة الخلان، حنين المريض اللي تزايد وجعينه، وقلبي معلق في هوا البارع الفتان، ادور على المجمول فاقصاب الادينه، وفي يوم واقف انتظر ملتقى الغزلان، ولاني بزينه يفعل الماء ملاقينه، وقلنا سلام يعد ما لاحت البرقان، وما هل تمزونه، وما العش براعينه، وما غرد القمري، وما خطرت الاغصان، وما سال واد العرض وانت تخيلينه، وما حر عاده، وما الشمس دي تبتان، وما الود انت تقطفينه وتجنينه، وقالت تراك اليوم يا صاحبي غلطان، ولا انا من اللي تقصده دوره وينه، وقلنا حرام الصد يا بنت والهجران، ولا تدعسين الشوك وانت تشوفين ولا تقتلين الروح. بجاوبش بحسان هالضحك والمزح، انت اليوم تبغينه، انا لازم اسولف مع غرسة الريحان اللي تطلبين اغلى من الروح تلقينه، وقالت متى ذا المعرفه بيننا انسان، وقلت انت اللي روحي اليوم تغرينه، وقالت قبلنا الضيف لكن باب رهان منير دقاي اليوم، وبيتكم وينه، وقلنا من اللي تكرم الضيف بالخرفان، انا من هالوادي وبيتي تعرفينه، يا بنت انا قد خاطر اليوم بستربان، وصالح ان شاء الله ملفكت كرحت عينه ما عليك زود، وسبحان منه زودش بالجمال حسان، وخلى المباسم حمر طعم العسل بينه، وخدود بيضة تنبت اللول والمرجان، ولش عنق كنا عنقياد المربين، وخلاش لي فتنه من بدة العربان، وانا تيش روحي وانت اليوم تشرينه، وهي ركبنا اليوم وقت لقى قدحان على جنس وارد من امريكا، وشارينه ونرحل عليه ونصل بديرة النجبان، وروش بيتي لازم نشتغل تشوفينه ونرتاح كم ساعه، وننسى اللي قد كان، وخلى اللي قد راح لعاد تضرينه، والختم صلوا على النبي المصطفى العدنان محمد اللي يظهر الحق ويعينه. صح الله لسانك.